اهلين وسهلين بنور العين واسعد الله مساءكم بكل خير. بتعرفوا يا غوالي هلا الواحد رجع واخيرا على مطبخه، بقى الواحد صار بامكانه يعمل اكلات جميله، واكثر اكله انا مشتاق لها اكلات الرز. مشان هيك جايبين هي الدجاجه الظريفه مثل ما انتم شايفين، رح ننظفها ونظبط امورها ونتبلها مشان نعمل واحدة من أطيب الأكلات الدجاج المشوي مع الرز. مشان هيك أول شيء عندي هي الدجاجة مثل ما أنتم شايفين فيها جلود زايدة. أول شيء بجيب سكينة حدة بسمي بالله وبقيم كل هذا الجلد الزايد هذا كله، ما بدي اياه ولا بحتاجه. بهذا الشكل بنقيم الجلد بكل بساطة. بنيجي بنمسك الدجاجة هيك وبنقلبها على بطنها. بدنا الظهر. أول شيء أنا بحب إني أقيم الظهر، فبقى بالسكينة بعلم الظهر بمشي معه بهذا الشكل على الجهتين مثل ما انتم شايفين يا غوالي، شايفين بيتعلم معنا بكل بساطة. وهلا بسمي بالله وبقص بهذا الشكل. شايفين بدي قص الظهر كامل باستخدام السكينة، شوي شوي بيطلع معكم. نحن قمنا ظهر الدجاجة لعدة أسباب. أول شيء بدي الدجاجة تنفتح معي بهذا الشكل وتنفرد معي، لأنه الدجاجة بدي أشويها شوي. النقطة الثانية، أنا بالنسبة لي منطقة الظهر هي المنطقة اللي بيكون فيها متعلق لسه بعض أحشاء الدجاجة. مشان هيك أنا بقيم الظهر كامل، قطعة عظم بسيطة بتقيم كل هي الأحشاء، فما بيصير لها زنخة للدجاجة جوات الفرن. هي نقطة جدا مهمة. وهلا الدجاجة فردناها بهذا الشكل مثل ما أنتم شايفين يا غوالي، باستخدام إيدينا بنضغط على الصدر مشان يفرد معنا بهذا الشكل. مثل ما انتم شايفين من ورا بيكون هون في عظمه، وقت نضغط عليه بتنفتح معنا العظمه. هيك صارت امورها باللوز. هلا صار الوقت مشان ننتقل للتتبيل. هلا رح نعمل تتبيله الدجاجه. اول شيء عندي هون زبديه مثل ما انتم شايفين بسمي بالله، وبحط شويه صغيره من زيت الزيتون. هي الكميه بتكون كافيه. بامكانكم استخدام الزيت النباتي، هي بترجع على حسب الرغبه. رح نعصر عليهم عصره ليمون. انا عندي هون ليمونه كامله، رح سمي بالله واعصر هذا اول نص. طبعا الليمون بيعطي طعمة حموضة رائعة للدجاج، وبنفس الوقت بيعطي طراوة للدجاج، وبيقتل أي زفرة ممكن تكون موجودة بالدجاج. بقى هي نقطة جدا مهمة. استخدموا ليمون، ما مو موجود ليمون بإمكانكم استخدام الخل الأبيض أو خل التفاح، كمان بيكون جميل جدا. عندي هون شوية شطة، أنا رح أضيف الشطة. بإمكانكم استخدام دبس الفلفل لحد شوي، بيعطي نكهة جميلة. أي نوع شطة موجود عندكم بالبيت أنتم بتحبوه تحطوا منه كمية وفيرة مشان تاخذوا نكهة رائعة وخرافية. بنيجي للتتبيلة. أول شيء لحط ربع معلقة كبيرة من الزنجبيل بودرة، وكمان رح أضيف ربع معلقة كبيرة من الهيل الناعم مثل ما انتم شايفين يا غوالي. كمان رح أضيف شوية صغيرة من بودرة الثوم، هي رح تعطي نكهة خرافية. هيك شوي، حتى لو كترنا منه رح يعطي نكهة جدا رائعة مع الدجاج. كمان لازم نضيف رشة بابريكا مدخنة، مو مشان شيء، مشان صحتنا. هي بتعطي نكهة رائعة جدا. هيك بيكون تمام. بيبقى علينا شوية فلفل أبيض، رح أضيف تقريبا ربع معلقة كبيرة كمان. وآخر شيء لازم نملح، مو مشان شيء، مشان صحتنا يا غوالي. بنسمي بالله وبنضيف الملح. وهلا بنحرك كل هالمكونات مع بعض بهذا الشكل. شوفوا بسم الله ما شاء الله، هيك الخلطة بتكون على التمام. شوفوا بسم الله. مثل ما قلت لكم إذا ضفتوا مثلا دبس الفليفلة بيعطي نكهة جميلة جدا، لأن دبس الفليفلة وتحطوه على الدجاج وتدخلوه على الفرن رح تعطي نكهة رهيبة جدا. بس أنا استبدلته بالشطة، بيعطي حدودية طيبة وبنفس الوقت طعم رائع. هلا بالنسبة للدجاجة صار الوقت مشان نتبلها، مشان هيك نحن حاطينها بزبدية. بس هون في نقطة جدا مهمة حابب اشرح لكم عليها، اللي هي وزن الدجاجة. وزن الدجاجة اللي عندي هو كيلو ونص. دائما الدجاج المشوي اللي بيكون جوات الفرن استخدموا دجاج شوي يكون كبير مشان يستحمل الوقت وبيطلع ظريف وجوسي بنفس الوقت. لكن اذا بدنا نستخدم مثلا فروج بدنا نشويه على الفحم، لازم يكون حجمه صغير مشان يستوي بسرعة، لانه معرض مباشرة على النار فبياخذ وقت قليل. فبدنا اياه يكون فروج صغير مشان يستوي بسرعه وياخذ اللون الجميل. كمان نفس الشيء للفروج المقلي البروستد، لازم يكون حجم الدجاجه صغير. اما بما ان انا رح ادخلها على الفرن رح تكون مغطايه وامورها باللوز، فالدجاجه اذا كانت كبيره شوي ما في مشكله. هلا بسمي بالله بضيف كل التتبيل اللي عندنا بهذا الشكل. شوفوا يا عيني يا عيني يا هيك التتبيلات يا اما بلا. هلا بسمي بالله وباستخدام ايدي ببدا بدعك بالدجاجه هيك، يعني بعطيها مزاج خفيف، مو مشان شيء، مشان صحتها، مشان تاخذ من هالنكهات الجميلة. وتأكدوا انه التتبيلة توصل بعد ما تغطت الدجاجة كثير منيح بهالتتبيلة الجميلة اللي عملناها. طبعا الروايح شيء خرافي على الاخر. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نترك الدجاجة شغلة النص ساعة مشان تستوعب هالتتبيلة وتاخذ من النكهات الجميلة. طبعا الدجاج بتتركوه مثلا ساعة ساعتين 3 ساعات، يوم كامل بياخذ نكهة افضل وبيطلع اطيب واطيب. بس بما انه احنا مستعجلين شوي
نص ساعة بيكون تمام. ما تسوى قبل النص ساعة، خلوا الدجاج ياخذ شوي من النكهة اللي حطينا له اياها والتوابل اللي حطينا له اياها عشان يطلع شيء خرافي على الاخر. هلا حغطيه وحطه بالبراد نص ساعة وبرجع برجيكم كيف رح نشويه ونظبطه ونأمره يا غوالي. بعد ما مر عليها شغلة النص ساعة يا غوالي بخير وسلام. أصعب انتظار هذا، إنكم تنتظروا الدجاج لحتى يتبل. هلا الدجاجة هيك صارت عنا جاهزة، إحنا حطيناها على شبكة جوات صينية. ليش رفعناها لفوق؟ لأنه هلا نحن بدنا نضيف المي السخنة. المي السخنة شو بتعمل هون؟ بتخلي الدجاجة تستوي على البخار، بتضل الدجاجة عنا جوسي وطعمتها خرافية جدا، وتتأكدوا من الاستواء الكامل. هلا بسمي بالله عندي هون مي سخنة بضيفها من الجنب بهذا الشكل. حطوا الكمية اللي انتم بتحبوها قد ما بدكم، بامكانكم تضيفوا مي، بس المهم انه الشيء يكفي انه وقت تقعد بالفرن ما تنشف. هلا ايش راح يصير؟ الدجاجة جوات الفرن هي عم تستوي، رح تنزل منها دهونها الجميلة، بقى رح تنزل على المي نفسها، ونفس المي هي عم تغلي رح تعطي كمان النكهة للدجاجة نفسها. فهي طريقة جدا رائعة، لازم تجربوها يا غوالي. ونقطة مهمة كمان، إذا حبيتوا بإمكانكم تضيفوا معطرات للمي، بس أنا ما بحب إني أضيف معطرات. ليش؟ لأنه أوريدي تتبيلة الدجاج اللي مليانة نكهات رح تنزل على المي. اللي رح نعمله بنجيب ورقة زبدة بنحطها على الدجاجة بهذا الشكل. طبعا ورقة الزبدة ما في حاجة انكم تستخدموها إذا كانت الدجاجة بصينية شوي غمياء، بس طالما انه مرتفع رح تلمس القصدير لازم نحط ورقة الزبدة مشان نحميها من ورقة القصدير. هلا بنجيب ورقة القصدير، شكرا عبد الرحمن، وبنيجي بنسمي بالله وبنحطها بهذا الشكل، وبنبلش نكتم كثير منيح. نتأكد انه ما في منفذ من الهواء رح يطلع بتاتا، هيك نتأكد انه الدجاجة رح تستوي عنا 100%. وهلا صار الوقت مشان ندخلها على الفرن. الفرن لازم يكون شغال فوق وتحت ومروحة على حرارة 220. بتاخذ شغلة ساعة. بعد الساعة بنكشف عليها وبنتركها شغلة 10 دقائق، بنرفعها شوي لفوق. هي بتنحط بالرف الوسطاني بالبداية، بس بعدين بنرفعها شوي لفوق مشان تتحمر الدجاجة وتتأمر وتطلع عنا دجاجة خرافية. بس أهم شيء تأكدوا إنه تكتمت كثير منيح بالقصدير. يا غوالي صار للدجاجة بالفرن شغلة ال 45 دقيقة. صار الوقت مشان نظبط امور الرز. لازم الرز يطلع عنا شيء خرافي على الاخر، مو مشان شيء، مشان صحتنا. صرنا فترة ما اكلنا الرز، بقى لازم نعمل الرز بكل حب وحنان مشان يطلع عنا الرز غير شكل. عندي هون اول شيء سمنة حيواني دوبتها وحامية عندي وكتير حامية. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نضيف اول شيء البهارات الصحيحة. شو عندي بهارات صحيحة؟ عود من القرفة، قرنفل، هيل، كمون حب، وعندي كزبره حب، وفلفل اسود حب، وكمان كم ورقه غرب. سمي بالله بنزلهم بهذا الشكل بس مشان يتحرك زيتهم على السريع. بعطيهم تقليبه خفيفه بهذا الشكل. شو بسم الله ما شاء الله بدات تطلع روايح البهارات على السريع. عندي هون بصله مقطعه كامله مثل ما انتم شايفين، مقطعه ناعم. سمي بالله بنزلها عليهم هيك وبخليها شوي البصله لحتى تتشقر معي. تقليبه خفيفه بهذا الشكل وامورها بتكون باللوز مثل ما انتم شايفين يا غوالي. سريع بس تدبلت عندي البصله شوي مثل ما انتم شايفين يا غوالي. هلا بسمي بالله عندي هون معلقه صغيره من الزنجبيل ومعلقه صغيره من الثوم المهروس مثل ما انتم شايفين. بسمي بالله وبنزلهم وبحركهم تحريكه سريعه. طبعا احنا اول ما ننزل الثوم والزنجبيل بسرعه بيتحمصوا وبتطلع ريحتهم. نتركهم شغله دقيقه او 30 ثانيه فعليا، ما بدهم زياده وقت. هيك بتكون امورهم باللون. شوف بسم الله ما شاء الله، هيك الكشن الصح للرز مشان يطلع معكم الرز باذن الله نكهته جميله. خلي البهارات تضرب طعمتها كلياتها جوات الزيت مشان ينكه الرز بالنكهه الصحيحه. هلا بسمي بالله وبزيد فوقهم المي وبتركهم يغلوا مع بعض شغله الخمس دقائق بهذا الشكل يا غوالي بيكون تمام. هلا يا غوالي بعد ما غلت البهارات والبصل جوات المي تقريبا الخمس دقائق، هلا صفيتهم تماما مثل ما انتم شايفين. المرقه عندي صافيه وامورها باللوز. ما بقي علينا غير انه نسمي بالله ونعير الملح ونملح، مو مشان شيء، مشان صحتنا يا غوالي. هيك بيكون تمام. هلا شو عندي؟ عندي رز بسمتي حبه طويله مثل ما انتم شايفين، مغسول ومنقوع لمده ساعه. شايفين لونه بسم الله ما شاء الله. هلا بسمي بالله وبنزله على المي اللي عندي. طبعا بهي المرحله بامكانكم اضافه الحليب بيطلع كمان خرافي، بس انا رح اخليها على نفس المرقه اللي عندي بهذا الشكل بيكون تمام. هلا بنخليها على نار عاليه وبنخليه لحتى يغلي وينشف شوي. هلا يا غوالي مثل ما انتم شايفين بلش الرز ينشف عنا. ما بقي علينا الا نحط خطوتين بسيطات. شو هن؟ اول شيء عنا قرنين فليفله بنسمي بالله وبنغرزهم بهذا الشكل مثل ما انتم شايفين يا غوالي. وبنيجي وبنحط لنا شوي زياده من الزبيب على الوش. دائما الكبسه انا بحب مع الزبيب، بيعطي نكهه جدا رائعه. بنحطها على الوش بهذا الشكل. هلا بنخفف النار على اخر شيء او على اوطى شيء وبنسمي بالله وبنغطي على الرزات بهذا الشكل
وبنتركهم 20 دقيقة على نار هادية، بترجعوا بتلاقوا الرز مستوي وأموره باللوز. 20 دقيقة وبنرجع له وبنورجيكم إياه بإذن الله تعالى. هلا الدجاجة عم بحمرها كمان لأنه خلص استوت، كشفتها عم بخليها تتحمر عبين ما عبين ما الرز بيكون عندنا استوى، وبعدين بنحط هالدجاجة فوق هالرزات وبتطلع عنا أكلة خرافية بإذن الله تعالى. هلا يا غوالي هيك الرز صار عندنا جاهز. اول شيء رح نقيم الزبيبات نحطها على جنب بهذا الشكل. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، الرز ريحته خرافيه بكل معنى الكلمه. هلا بنسمي بالله بنحرك الرز هيك. شوفوا يا عيني هيك الرز لازم يطلع معكم. بنسمي بالله بنحمله. شوفوا هيك الرز النثري بسم الله ما شاء الله ولا اروع من هيك. هلا رح نسكب الرز ونورجيكم الدجاجه المحمره والمقمره. بنسمي بالله يا غوالي وتطلعوا لي على هالدجاجه المحمره والمقمره. شوفوا على هالمنظر بسم الله ما شاء الله. هيك بنكون عملنا اطيب كبسه بهالدجاج المشوي يا غوالي. هلا يا غوالي قربوا لهون وطلعوا لي على هالمنظر بسم الله ما شاء الله وصلوا على النبي. شايفين على هالدجاجه المحمره والمقمره؟ هلا صار الوقت مشان ندوق. مشان هيك اول شيء بنيجي لعند الدجاجه، نيجي لعند الفخذ. شوفوا لي على هالفخذ يا عيني يا عيني. نجيب المعلقه هيك ومندوق بس الدجاج مع الرز لحالهم. نقول بسم الله يا كريم ومندوق بسم الله. يا عيني شيء مرتب، خصوصا هالدجاجه المحمره والمقمره وجوسي. هلا صار وقت كمان ندوق هيك قطعه من الدجاج. شوفوا على هالدجاج يا عيني. بس هالمره رح نحط شويه من الدقوس اللي عنا هيك، والجرجيرات قدامنا، معناته امورنا باللوز. هلا بنقول بسم الله يا كريم وندوق بسم الله. يا هيك الكبسات يا اما بلا. يا عيني.